يقدر يبان لكم رجل عادي لكنه يخفي الأسرار. ملياردير أمريكي سميتو جيفري إبستين عنده شبكة دعارة للقاصرات وكيستغل النفوذ ديالو باش يقرب النخبة العالمية. إبستين مات في 2019 في الزنزانة ديالو، ولكن الفضائح ديالو ما ماتوش معاه. دابا خرجت آلاف الوثائق اللي كتفضح الشبكة ديالو، الصور والفيديوهات اللي فيها أفعال ما كيصدقها حتى شي واحد، الأسماء اللي كتبان صادمة وعالمية، وحتى أسماء عربية وسياسيين كبار وردت في الملفات، ولكن حتى لدابا ما كاين حتى شي دليل ثابت. جزيرة إبستين في الكاريبي ماشي غير مكان ديال الترفيه، كانت مسرح للفضائح، استغلال القاصرات وحفلات الجنس بالقاصرات، صور، فيديوهات، رسائل، كلشي كيبين حجم ديال هاد الفضائح. هاد القضية ماشي غير قصة شخص واحد، قادة دول، مليارديرات، شخصيات عامة، الكل متورط بطريقة أو بأخرى في الفضائح، واللي مازال مخفي يمكن يكون أكبر صدمة. جيفري إبستين ما ماتش، قصته مازال ما سالاتش. وزارة العدل الأمريكية ترفع سرية وتنشر العديد الوثائق الجديدة المتعلقة بفضائح جيفري إبستين، تاجر جنس المشاهير المنتحر، تكشيف تنظيم رحلات مع شخصيات معروفة بالتحرش بالأطفال. تسريبات تقول أن مدينة مراكش كانت من الأماكن الجميلة لطلب أطفال صغار وبنات لا يتجاوزن سن 18 لإقامة الطقوس عليهم في الجزيرة. فضيحة إبستين بهذا المعنى ليست حادثة عابرة، بل مرآة كاشفة لخلل بنيوي في نموذج حضاري يرفع شعارات حقوق الإنسان. الأمر ما كيحبسش هنا، هذا المخلوق وصلت به الجرأة والعلاقات الكبيرة اللي عنده في العالم باش ياخذ قضوات اللي ما تقدرش تخيلها، وخرجوا صور ورسائل على أنه خداته من الكعبة كهدية وكانت عنده في المنزل ديالو. تخيل معايا وقحة الأمر، أكبر رمز عند المسلمين كيتذكر في الملفات ديال أقذر شبكة في تاريخ البشرية. هادشي شوية من بزاف ديال الخبايا اللي مازال ما خرجت على هذا الموضوع، وكان أكد أن هذه فقط تسريبات لخبايا مازال ما تبدأتش.